السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. النهاردة الأهلي والزمالك في المباراة الثانية في البلاي أوف لحسم الفريق المتأهل لنهائي دوري الكرة الطايرة للرجال. الأهلي كان كسب المباراة الأولى 3-1، والنهاردة المباراة الثانية في صالة الدكتور حسن مصطفى. واتحاد اللعبة امبارح الحقيقة طلع بعض القرارات اللي هي يعني من باب تأدية واجب، لأنه في الوقت اللي كان محمد مصطفى لاعب نادي الزمالك لصاحب الاشارات الخادشه والتصرفات المسيئه لجماهير النادي الاهلي، كان المفروض يستحق العقاب بالايقاف. اكتفي بالايقاف بالغرامه الماليه، وخدوا كمان معاه بالمره مصطفى جابر لاعب النادي الاهلي بغرامه ماليه، وانذار الاثنين بالشطب في حال تكرار هذه السلوكيات، مع تغريم الاهلي والزمالك قيمه تلفيات الصاله. لكن كل ده خلى ان مباراه النهارده هتكون بدون جمهور. المتأهل طبعا للنهائي هيلعب مع الفايز من البتروجيت والاتحاد السكندري. النهارده المنتخب الوطني كمان لكرة القدم هيشد الرحال الى المغرب الساعة 8:30 مساء بعد الافطار، وبعد التمرين النهاري اللي هيعمله كابتن حسام حسن او اللي بيجريه كابتن حسام 3:30 عصرا، بعد انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش واكتمال قائمة الفريق والسفر الى المغرب للقاء منتخب اثيوبيا اللي اختار المغرب ملعبا له. المباراة هتبقى ان شاء الله تعالى يوم 21 في تصفيات كأس العالم، المجموعة اللي منتخب مصر بيتصدرها، ويرجع يلعب على طول يوم 25 مع سيراليون في القاهرة. فرصة الفراعنة كبيرة جدا في بلوغ المونديال ان شاء الله. كل ده طبعا ما ينسيناش الأزمة اللي بقت مستعرة واللي في تطور أخير فيها 3 حاجات مهمة جدا. رقم 1، اللجنة الأولمبية حددت اللجنة المنوط بيها بحث القضية، وهي مش لجنة جديدة، هي لجنة موجودة في اللجنة الأولمبية في الهيكل التنظيمي للجنة، لجنة اسمها لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية، وهي بيرأسها أمين صندوق الرابطة، أمين صندوق اللجنة الأولمبية الأستاذ شريف القماطي. وشريف القماطي راجل ضابط شرطة سابق، وبالتالي خلفيته القانونية كبيرة. ومعاه في اللجنة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس النيابة الإدارية وأيضا رئيس اتحاد التايكوندو، ومعاهم المحامي الدولي المختص في قضايا النزاعات الدولية الأستاذ هيثم علي. ده تشكيل اللجنة المنوط بها نظر هذه القضية. تعرفين امبارح بمجرد ما ياسر إدريس قال إنه الأهلي متحرك بقوة في الموضوع وقدم مستندات ودعم موقفه بمستندات جديدة، الكلمة دي عملت حريقة في 100 عقبة، يعني عملت حريقة جامدة جدا في 100 عقبة وقلق واجري والحق وشوف. والنهاردة منذ قليل طلعوا بيان إن هم عايزين يتدخلوا في القضية. طب القضية أصلا الأطراف بتاعتها، الرابطة طلعت قرار ضد النادي الأهلي، النادي الأهلي لجأ ضد هذه الشكوى أو قدم شكوى ضد هذه القرارات. الزمالك طرف في المباراة طبعا، بس مش طرف في الشكوى، مش طرف في المشكلة اللي الأهلي اتعاقب فيها. الزمالك قال لك إن هو بيتقدم بخطاب رسمي للمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، بيطلب من خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة. وقال الزمالك إنه طرف أصيل في الشكوى، هو طرف أصيل في المباراة، لكن الشكوى هو معلهوش عقوبة يتضرر منها. وقال لك أنا صاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من كمال شعيب المستشار القانوني للنادي. وأرسل الزمالك النهاردة كمان خطابين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى رابطة الأندية المحترفة للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل إلى نادي الزمالك بنصوص قراراتها أو بخصوص القرارات. الجملة اللي ضايقت الزمالك وتعبتهم نفسيا، ودي المفروض ما تزعلش حد، إنه رابطة الأندية ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة الأولمبية من قرار. والأهلي قال لك أنا بحترم ما سيصدر عن اللجنة، بيحترم، وللاحترام تقدر تحترم، وليك الحق في إن أنت تروح لكاس المحكمة الرياضية الدولية. لكن إنه الرابطة تقول إن أنا هنفذ اللي هتقوله اللجنة الأولمبية
من خلال لجنتها المختصه، الزمالك بيقول لك انا معترض على الجمله دي. ليه؟ ليه معترض؟ حضرتك معترض ليه؟ دي لا تخصك ولا بتاعتك. الرابطه اللي بتدير بتقول يا جماعه الامر بكل تفاصيله معروض على اللجنه. طيب اتحاد الكوره هو اللي حرك الزمالك. مسؤولين في اتحاد الكوره هم اللي اوعزوا لنادي الزمالك انه يتحرك. انا بقول لكم معلومه، والسبب انه اتحاد الكوره ادرك انه الرابطه بتختصم الاتحاد، وان الرابطه في موقفها بيأكد صحه موقف النادي الاهلي. السلام عليكم. بقالي اكتر من 40 سنة بشجع النادي الاهلي، بشوف الكرة المصرية وبشوف المنافسات في الكرة المصرية بين الاهلي والزمالك. ما شفتش اسوأ من الايام دي في العنصرية والانحياز التام، اعلام ورياضة وجهاز وكل القائمين على الكرة لنادي الزمالك. الحقيقة بكل امانة جو زي الزفت، مناخ رياضي في كله إساءة للنادي الأهلي وكراهية ضد النادي الأهلي. لأن صراحة لما تيجي تتكلم بكل واقعية ف80% من جمهور الرياضة في مصر هم جماهير النادي الأهلي، ومع ذلك تم اللي مسيطرين على كل الأجهزة الرياضية وكل القائمين على الرياضة في مصر الرؤوس بتاعتها كلها زملكاويه، بما يعادل زملكه الوسط الرياضي بالكامل. حتى الاعلام الرياضي متسلط عليه ناس زملكاويه، والحقيقه ان هم ليسوا عندهم كفاءه اطلاقا ولكن عندهم ولاء، فبيختاروا اهل الثقه ما بيختاروش اهل الكفاءه في كل مكان. عشان كده لما حصلت المشكله بتاعه مباراه القمه اللي كانوا عايزين يبيعوا الدوري لبيراميدز بكل ما تحمله الكلمه من معنى، والزمالك هنا عمل دور الفنان عادل امام في زوج تحت الطلب اللي هو دور المحلل. الدور المحلل ده وللاسف عمله بأسوأ صوره عشان يحلل الدوري لبيراميدز. بالظبط هو عايز يكون وسيط، هو ملوش امل في المنافسه اطلاقا، وبالتالي هو ولا هيكون ليه امل في المنافسه في السنوات القادمه لان ترتيبه تراجع. اصبح كل امله ان هو يفضل في المركز الثالث وفقط، لان طبعا كمان لولا الاحتواء كان المصري عداه وسيراميكا كليوباترا عداه، ولكن الاحتواء بيخليه دايما موجود في المكان ده. عشان كده لما حصلت ازمه مباراه القمه والاهلي وقف وقال لك لا، بعد كل المهازل اللي بتحصل دي احنا مش هنلعب المباراه، والاهلي عارف هو بيعمل ايه. وعشان تكون عارف في تنسيق بين ناس محترمه جدا وبين قيادات النادي الاهلي، عارفين اي قرار هيطلع على غير هوى النادي الاهلي الاهلي مش هيوافق عليه، وهم الهدف الاول ان هم يمشوا كلامهم مع النادي الاهلي عشان يثبتوا ان هو نادي زي اي نادي عالي نقدر نمشي كلامنا عليه وبالتالي نبعده عن المنافسه، لكن ده مش هيحصل. اتحاد الكره برئاسه الهلفوت المخرف هاني ابو رده دلوقتي بأوعز لنادي الزمالك عشان يتحرك. يعني الجمله اللي هم مكتوبه في خطاب رابطه الانديه دي ان رابطه الانديه ملتزمه بقرار اللجنه الاولمبيه، هم ما شافوهوش الزمالك من الاول خالص. اشمعنى دلوقتي جايين يتحركوا لما عرفوا ان الاهلي موقفه قوي جدا جدا، واللجنه الاولمبيه من حقها ان هي تصدر قرار في الخلاف ويكون قرار ملزم ما يجس عليه الطعن باي طريقه من طرق الطعن. ولذلك بدأوا دلوقتي يتحركوا يقول لك ايه ان احنا طرف. انتوا طرف في ايه بقى؟ طرف في المباراة. لكن الاهلي هو اللي بيطعن على القرار. الاهلي هو اللي بيطعن على القرار، والاهلي موقفه جيد جدا. واي مسابقة للدوري العام من غير الاهلي او اي مسابقة ايا كانت في مصر او في افريقيا عشان نكون صريحين من غير وجود النادي الاهلي هي بلا اي طعم ولا اي نجاح اطلاقا، مكتوب عليها الفشل. تخيلوا كده بطولة الدوري ما فيهاش الاهلي، لو الاهلي قرر ينسحب، او حتى كاس الرابطة الميتة دي اللي الاهلي ما بيشاركش فيها، ده ما فيهاش اي طعم، ما حدش بيتفرج عليها. وكاس مصر لما الاهلي ما بيشاركش فيها ما حدش بيتفرج عليها. الاهلي هو الجماهيرية، هو النجاح، هو العلامة التجارية الاولى في الوطن العربي وفي افريقيا باكملها باعتراف كل القيادات الرياضية في افريقيا. لكن احنا عندنا ناس عندهم مرض نفسي، معينين شوية هلافيت في نادي الزمالك، معينينهم في قائمين على الرياضة في نادي الزمالك والقائمين على الرياضة في اتحاد الكرة ورابطة الأندية
والاعلام الزملكاوي بالكامل، لكن الاهلي قصاد كل ده يقدر يوقف الناس دي كلها عند حدها. وانا بقول لك من دلوقتي مفيش اي قرار هيطلع ضد النادي الاهلي والاهلي هيوافق عليه اطلاقا، وهتفضل كلمة الاهلي هي المسموعة غصب عن اي حد.